بصوا بقى يا جماعة، النهاردة وأنا راجعة من السوق لقيت أم حسام جارتي مقابلاني وقالت لي جوزك هيتجوز عليكي. استغربت وقلت لها مين اللي قال الكلام ده؟ قالت لي لو مش مصدقاني ابقي روحي بكرة شارع أحمد فتحي وهتلاقيه هناك بيتجوز. رجعت البيت وعملت نفسي طبيعي ولا كأن أي حاجة حصلت. المهم جوزي رجع من الشغل ولقيته داخل عليا وهو مبسوط وقال لي بكرة هيبقى يوم جميل علشان أنا مسافر. قلت له هتسافر فين؟ قال لي رايح تركيا علشان عندي شغل هناك. قلت له طيب يا حبيبي ربنا يوفقك. وبعدين قلت له اعمل لك حاجه تشربها؟ قال لي ليه؟ عيب اسم سيدنا محمد يعدي عليك وما تعملش اعجاب ولا حتى تصلي عليه في الكومنتات. يا ريت. طب قلت له طيب هطلع اجيب لبن من بره. ورحت على الصيدليه وقلت للدكتور انا عاوزه زجاجه منوم. الدكتور اداني الزجاجه وقال لي حطي نقطه واحده بس على اي حاجه. انا اخدت الزجاجه ورحت البيت وعملت له لبن وحطيت نص زجاجه المنوم في الكوبايه واديتها له يشربها وبعدها بثلاث ثواني وكان نايم. المهم صحي بعدها بيومين، واول ما افتح عينه قال لي هاتي البدله علشان البس وامشي يا حبيبتي. قلت له تلبس وتمشي تروح فين؟ النهارده الخميس مش الاثنين يا حبيبي. قام جري على التليفون يشوف التاريخ. ساعتها قلت له يا بص انا عرفت انك كنت هتتجوز عليا. المره دي كانوا يومين، المره الجايه مش هتصحى غير على يوم القيامه.